بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه حبيبي رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده يا رب علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ويحفظ مصر واهلها وشعبها من الفتن ومن اللي احنا شايفينه من الامه العربيه كلها اللي موجوده. يا رب استر علينا وعلى اهالينا وعلى ناسنا يا رب. احفظ مصر يا رب يا رب. طبعا الساحه الادبيه فقدت موسيقار الاستاذ محمود على قلوبنا، الاستاذ عصام محمود كان ملحن جميل وموسيقي رائع، توفى اول امبارح. فالنهارده هنقف في احداث على روح هذا الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية شكر وتحية لحزب الحرية المصري على استضافة صاروخ الأستاذ، وطبعا احنا الشكر والتقدير للسيد الأمين العام المساعد الأستاذ المهندس محمد حامد والأمين العام الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو كبيدة، وطبعا تحية للسيادة النائب الأستاذ أحمد مهنا، والشكر طبعا موصول للسيد رئيس اللجنة الثقافية الأستاذ نشأت صبري، وحبيبنا أستاذنا الأستاذ عبد المنعم رضوان. طبعا يسعدنا النهارده ويشرفنا ان يكون معانا استاذنا الاستاذ الدكتور محمود مصطفى. وطبعا شرف كبير ان هو يقدر يعودنا ان يكون موجود معانا النهارده في صالون الاستاذ وفي حزب الحريه، فاهلا وسهلا بيه. طبعا الدكتور محمود مصطفى متعدد المواهب، مش دكتور تغذية بس، لا ده شاعر وكمان موسيقي ومطرب. يعني الساحة الأدبية بالنسبة له مش بعيد عليه قبل ما يبقى الدكتور محمود مصطفى شامل. فأهلا وسهلا بحضرتك، وهنسمع منه كلمة دلوقتي. اتفضل. السلام عليكم. وانا بشكر الاستاذ مالك حسين حلوة، بالنسبه لنا بيعتبر اخ اكبر، استاذ لنا طبعا، وبنفتخر ونتشرف بيه. ما نقدرش طبعا سوري يعني ما نقدرش ان هو يجي يقول تعالى معلش ما تجيش، شرف لينا ومش في نادي. يعني لو واحد عادي كده قال لي تعالى لي البيت هقول له برضه ماشي، مش مسؤول عن دلوقتي. انا ما عنديش منتج ابيعه وما باخدش فلوس في اي مكان. بقعد لي شهرين ثلاثه في الرياض وباجي اقعد في مصر هنا شهرين ثلاثه وهكذا. الرياض يختلف عن مصر، فمصر كلها او اسكندريه الناس يعني اللي معايا كلهم معظمهم اهالينا. ببقى انا مبسوط جدا لما ادي سين او صاد اي وصفه وبعد يوم 2 3 4 هو يقول انا ما انساش، ما اقولش لفلان او لفلان ايه عملتي ايه عملت ايه، ما عنديش الكلام ده. هو اللي يقول لي او هي ده انا بقيت كويسه انا كده الحمد لله. فده طبعا شرف ليا ان انا نحمد بكم لانكم كلكم بلا استثناء بالنسبه لي يعني اخوات واخوه واصدقاء. اذا كان في ايام الشعر في التمثيل في المسرح فانا فضلت ان انا في شعراء كتير وفي فانا فضلت ان انا اقول اتكلم عن التغذيه العلاجيه، وبفضل من ربنا سبحانه وتعالى بيجيب نتيجه كبيره جدا من ناس كتير الحمد لله. اذا كان في التلفزيون خلال سنه او سنه وشهرين عملت 4 حلقات الحمد لله. الحلقه 30 دقيقه مش شويه، يمكن ناس 33 دقيقه، ودي قناه فضائيه.
وهم نفسهم قالوا لي، قالوا في القناه الخامسه بفضل من الله، قالوا لي ما جاتش عليك ملاحظه، وهذا فضل من الله. اي حد بيقدم حاجه حضراتكم، اي حد حتى لو اغنيه سوري يعني، حتى لو قال نكته تبص ده ممكن يجيله ملاحظات بالسجل، ملاحظات تعليقات. انا الحمد لله قالوا ما جاش عليك ملاحظات 4 حلقات في 30 ب 120 دقيقه، مفيش طبعا اعلانات ولا مداخلات تلفزيونيه، هذا فضل من ربنا. وعايزين تاني وحبوا تاني قريب، قالوا له لا ده لازم يجي، لازم يمر عليه 3 شهور عشان يدخل يعمل حلقه تانيه. فطبعا ده كله بفضل من ربنا. انا ببقى سعيد اكتر من واحد لو كان معلش تعبان، ببقى سعيد اكتر منه لما انا كل ما بقيس السكر لبابا او لماما بندعي لك، انا اللي بقول شكرا على الدعوه. لكن ان انا مثلا اعمل حاجه عشان اقول انا عملت او فلان يقول لي متشكرين، او انا اقول انا اعطيت فلان مش عارف، لا مفيش الكلام ده كله. ببقى انا في قمه من السعاده لما سين او صاد يقول لي انا كل ما اعيش سكر كذا. الحمد لله الركبه بتاعتي بقت كويسه، الحمد لله لا قدر الله كان عندي قرحه معده و50,000 و40,000 وياخد حاجه كده بملالين اي كلام وربنا يكرمه. هذا فضل من الله. اساتذتنا اللي هم اتعلموا، انت حضرتك اتعلمت منهم، عشان تزود بقى علمك ده عندك 4 5 6 مراجع، ومنهم ناس عرب ومنهم ناس اجانب ومترجم برضه يعني باللغه العربيه، وبيتابع اول باول معاهم اول باول، وهذا فضل من الله. فانا النهارده هنتكلم عن حاجه بسيطه جدا بغض النظر ان سين من الناس اتكلم عنها قبل كده وده كان في حلقه حضراتكم، في حلقه من الحلقات يعني يمكن مرتين حصل ان انا اتكلم عن الكانسر. فانا ليه بنقول قصه الكانسر؟ قصه الكانسر دي اتكلموا عليها طبعا كتير، وطبعا المفروض ما حدش فينا معلش سوري يخاف من العلم، ده علم، احنا مرتدين ولا احنا بنخاف ولا احنا بنتكلم في الدين ولا احنا بنتكلم في علم. كون ان ناس ترفض الكلام دوت ويحاربوا ناس طبعا اكبر مني بكتير ده موضوع تاني. احنا هنا على الطريق اكتر منهم كمان، بس هو الكانسر عامة يعني معلومة لحضراتكم عنه ان دي عبارة عن خلايا ضل الطريقة، اصبحت خلايا سرطانية وبتبقى صغيرة جدا. على فكرة كلنا بلا استثناء عندنا نسبة 1%، 2%، 3%، 10، 20، 30، 40، كلنا عندنا طب مين اللي نشطها؟ كل التيك اواي بالذات البروتين بتاع الشارع. وانا قلت قبل كده برضه يعني معلش سوري، قلت قبل كده قلت انا مش هتحدى شيفات العالم، انا اتحدى العالم. لو واحد يقول انا هجيب لك كورس همبرجر استحاله، انتهى الموضوع مش محتاج فلسفه. لو سيادتك جبت لحمه اصفر لحمه خروف او عجل او اي حاجه صغير وجبت له لحمه، ممكن تقعد على النار قد ايه تقريبا؟ اقل شيء تقريبا تقعد قد ايه؟ نص ساعه. هنقول ربع ساعه. طب عشانكم بقى هقول 10 دقايق. حد فيكم يقدر يحط لي همبرجر قرص همبرجر على الجريلا او في الطاسه دقيقه واحده؟ هتفضل تقلبها يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال دقيقتين 3 4 5 6 بيتغير، ما بتستواش برضه، بيتغير لونها يمين وشمال، لكن هي جوه كلها لحمه نيه مع البهارات ومع مش عارف الخليلات، وانت سيادتك جعان او حضرتك جعانه وبتفكر بقى ان انت يعني الراجل ما بتحترمش نفسك، مين اديني همبرجر؟ يعني انت مش هتسحب نفسك، لكن انت ما حرمتش نفسك، انت ضريت نفسك معلش سوري بدون علم. يعني انا اتحدى برضه العالم واحد يقعد ربع قرن من الزمن في الرياض ما ياكلش واحد همبرجر. معلش لو جبت لي عمال مفيش لا مصري ولا صيني ولا هندي ولا الكلام ده كله. انا كانوا بيتحدوني وبيتراهموا عليا ان يجيبوا لي همبرجر، حتى لو واحد عامله في البيت وضمنه. استاذي اللي انت عامله في البيت اللحمه نضيفه واللحمه كويسه. ايه اللي بتفرق؟ حبيبي السوا ضامن انا بتكلم على السوا ده. ما انت لما تاكل لحمه نيه والنيه ده حضرتك هو اللي بيشجع على بس البيت وبقى يجيبوا مثلا يروحوا حديقه وبتاع مش عارف جايبين لي مثلا همبرجر، يا عم احنا استحاله خلاص. سيدنا ابراهيم قال اذا مرضت فهو يشفيني، بس سيدنا ابراهيم اللي قال مش انا، اذا مرضت لان ربنا لا يصدر منه الا الخير، لا يصدر منه الشر، شر من انفسنا. طب انا دلوقتي لو اخدت اعطيني يعني انت هتاخد وتموت، لا خلاص انا عارف ان دي عمليه ومش هتعمل خلاص. فما حدش يقدر يقول لي فيه همبرجر بتاعي
الشاورما اللي سريركم كلكم بتشوفوها وما بتقدروش تحرموا نفسكم ولا من ولادكم لما تفسحوها وتجيبوا الشاورما. هل الشاورما دي مستويه؟ والله العظيم ما حصل. حتى الجزء اللي سيادتك شايفه بعينك لونه اتغير، لونه مستويش. والخل هو بيقطعها بايه معلش؟ ربع مللي، ده بيقطعها مللي 2 مللي، كل اللي في الظهر ده كله ني، سواء اذا كان لحمه او فراخ، وهي دي لحمه ني، وبينزلها لك على طاسه معلش فيها زيت بقاله 15 يوم ولا 20 يوم ما بيغيرهوش، زيت برضه بايظ وزيت مهدرج، وياخدوا يحطوا لك برضه الخيار والمخللات لسيادتك جعان ودافع فلوس وبتاع وانت بره، كفايه ان انت نقول ان انت جعان. لو كلت عيش حد انت جعان عايز تاكل، فده انت بتاكله بطعم حلو. ده بقى اللي بيشجع الامراض السرطانيه، ومعظم الناس حتى اللي عندهم اللي جالهم امراض سرطانيه لو انت جيت خلي بالك عذر، لو انت جيت اتكلمت عن حياتهم هتلاقي شغله معظمه بره، رجل اعمال، ممثل، ممثله، طول النهار بره، كل اكلهم بنسبه 90% تيك اواي، وكل تيك اواي هيجيبوا ايه معلش سوري فول وفلافل، يجيبوا همبرجر ويجيبوا شاورما يجيبوا مش عارف كل اللحمه دي سوري نيه. فاللحوم النيه دي بتشجع الامراض السرطانيه، الخلايا السرطانيه اللي هي في جسمنا تفضل تزود 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 وهكذا لغايه ما تكبر. تيجي نسب ورا بعض. نعم تجيب ولا تزود؟ لا دي خلاص بتزود هي لو حتى لو هي جابت بنفترض لو هي جابت يعني اي اكل ني على طول تزود، لو هو مش موجود يجي الاول وبعد كده يبدا انا بقى بنسب يعني ايه؟ ايوه كله يبدا ان انا يعني اطعمه ليه سمي بقى بالخلايا السرطانيه؟ الخلايا السرطانيه دي لما بتيجي في جسم الانسان ويجي المناعه تحاربها، يبدا هو بذكائه المرض بالخلايا ياخد قطعه صغيره ويرميها بعيد عنه، عشان كده عشان تجري عليه المناعه، فتجري المناعه على مين؟ على الحته الصغيره اللي رماها بعيد، بيشغلها. عشان كده سمي بالخبيث. الخبيث ده يعني انت لما بتتكلم على واحد قدام منك اثنين تقول ده طيب، ممكن تقول ده طيب او درجه ان سوري الهبل والعبط، لما تتكلم الثاني تقول له لا خلي بالك ده خبيث. عمر ما واحد هيبقى خبيث ومش ذكي. طبعا. استحاله، لان الخباثه دي نوع من انواع الذكاء، ولكن بيستخدم في اسلوب خطا فاطلق على كلمه خبيث، وعشان كده سمي المرض الخبيث. طب انا المرض ده بقى يا جماعه احنا عندنا اتفضل. ان المرض ده ما بيبقاش فيه اي الام الا لما بيتمكن من المكان بتاعه، انما واحد ما يحسش بيه خالص الا بعد ما هو بيكبر ويبتدي يظهر ويبقى مؤلم بعد كده جدا. وبعد كده ده نوع من الخباثه برضه. وقبل كمان حضرتك معلش قبل ما يبقى مؤلم، قبل حتى ما نشعر بيه، ممكن يشعروا ناس مثلا بتضخم او بورم ما يعرفوش ده ايه، حميد ولا غير حميد، الا بعد ما يشوفوا التحاليل. وممكن نطلع حميد كده كده بيتشاف، حميد خبيث هيتشاف بس يبدا ياخدوا تحاليل. هنعمل ايه بقى مع الجسم ده؟ التغذيه العلاجيه ليها سكه، سوري الطبيب المحترم اللي هو درس 7 سنين وتعب راجل دكتور طبيب مفيهاش فصال، درس الطب ودرس الصيدله، ونقول له اهلا وسهلا بيكم نعزهم السلام، هذا اللي هو درسه، لكن هو ما درسش تغذيه علاجيه. يعني حتى لو قلنا له يا دكتور ناكل ايه؟ يقول لك كل حاجه، انتهى الموضوع. هي مهمته كده كل حاجه، هو ما درسش مش عارفين، الا لما تلاقي بعض الدكاتره معلش سوري يعني اللي قال وفاهم يقول لك بقول لك ايه؟ ما تاكلش كذا وابعد عن كذا ابعد. هو بقى اللي عنده فكره ما عندوش قليل بقى اللي بقى ما عندوش فكره يقول لك ايه كل حاجه. اي دكتور تكلم طب يا دكتور يعني اكل يعمل يقول لك كل حاجه، ما تبقاش مالي كل حاجه. هو خلاص هو عالجك بالصيدليه، واحد عنده صداع خد لك بلادول، واحد عنده ضغط خد لك كونكورد او مش عارف ايه تراليكس او كذا وكذا كذا حاجه ياخد. حتى لو جال الكونكورد مثلا ما مشاش معاه يغير لك العلاج برضه، لكن ملوش دعوه. التغذيه العلاجيه تختلف، مالهاش دعوه بالصيدليه. طب التغذيه العلاجيه وظيفتها ايه؟ ما تعالجلكش الضغط، ما تعالجلكش الصداع، لان ده عرض، لكن ده بندور على جذور المرض، ده عرض. فاحنا ما نعالجش العرض، التغذيه العلاجيه ما بتعالجش العرض، بتعالج المرض. ايه السبب في الصداع؟ يبقى نكشف قاع عين، نشوف انف واذن وحنجره، نشوف الاسنان، نشوف الكلام ده كله، نشوف الصداع، نشوف بقاله قد ايه ضغط عالي، هل هو نام كويس، هل ما نامش كويس، هل بيمر بحاجه، لقيت الكلام ده كله امر عارض وطارئ يتعالج باسلوب معين وانتهى. لان الموضوع فعلا بقاله اسبوع والضغط عالي والضغط عالي والضغط عالي، الى ان قاع العين الحمد لله سليم، انف واذن سليم، ما عندوش جيوب انفيه،
قناه الساكس والقناه الوسطى والقصه السليمه، الاسنان تمام، مفيش كل حاجه. لان الراجل ده دلوقتي عنده الضغط يديله على ربع كونترول، يجي هو مثلا ضغطه الصبح ياخدها على الريق، قام من النوم الصبح ضغطه 120 على 80، هذا الضغط المثالي. اخد الواحده سيادتك وشرب ميه، خلاص انتهى الموضوع. ما هو انت عاوز كل يوم الصبح ياخد ايه اللي ونزل وراح شغله ومشى في الشارع، ايه اللي هيحصل؟ الحبه دي هتعمل ايه في الضغط بتاعه؟ هتوطيه. فهيجي من 120 ممكن يوصل ل 90، ممكن يوصل ل 80، ممكن يمشي يقف في الشارع. ماشي؟ هل كل واحد او كل واحده سوري يعني امي او اميه او يعرف او ما يعرفش هيقوم من النوم وجاي قايس الضغط في بيته ده 120 ما ياخدش؟ لا 130 140 150 جاي واحد ما بيحصلش. ومع ذلك برضه التغذيه على جنب ما بتقولش الكلام ده. لا. ايه بقى سبب الضغط؟ سبب الضغط بان الدم اللي بيمر في الشريان او رده في القلب غير كافي. والضغط ده ليه؟ لان بيبقى فيه كوليسترول بكميه كبيره سالب مجرات الشرايين والاورده. طب دي نعمل فيها ايه؟ نعمل حاجه اسمها تنظيف الشرايين. في تنظيف الشرايين؟ في تنظيف الشرايين. في مأكولات وحاجات معينه ناكلها تنظف الشريان؟ نعم. في وصفه واثنين وثلاثه. وفي اكلات جميله. لما نقول مثلا للناس مثلا يا ريت ياكلوا الرمان، يا ريت تاكلوا الرمان مش في الخلاط، يا ريت تاكلوا الرمان بشحمه. وده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. الورق الابيض بتاعه. الله ينور. الورق الابيض وبرده حته اللحمه بتاعته ده بشحمه، ده كله الرمان بشحمه. الشحم الصغير ده، الشحم الصغير ده حضرتك بيدوب الدم في قلب الشرايين. دي حاجه من ضمن الحاجات. يبقى انا باخد مثلا ايه؟ الرمان، وبعدين مش عاملين نكتر وما نكترش. الرمان على شهر 12 عليكم خف اخره كل سنه طيب مش زي ما بيعمل ايه بقى الرمان؟ انا بقول لحضرتك بيغسل الشرايين، بيدور اللي في الشريان. طبعا انا مش هاكل الرمان هيدخل جوه الشريان ينضفها لي لما عندي تدريجيا. حاجه كمان. طب ما فيش مثلا ما فيش دلوقتي ما فيش شيء عندي رمان. في بقى وصفه جميله جدا جدا او وصفه او اثنين او ثلاثه ممتازين، وده مش عناء، مش هيروح للشريان بس ويسيب منطقه البطن. منطقة البطن يا جماعة أي حد عنده منطقة بطن فيها زيادة اعرف إن نسبة الدهون على الكبد ما فيهاش فصال. فأنا لما باخد حاجة واثنين وبمشي عليها. لو جبنا 3 فصوص توم، في واحد يقول لك أنا باخد فص كل يوم الصبح على الريق، هذا خطأ يتعب المعدة. لا أنا بجيب 3 فصوص حلوين أقطعهم ترنشات بالشوكه بالمعلقه بالكوبايه باي حاجه، تهرسها جامد وتسيبها 10 دقايق كده في الهواء الطلق، سيبها. تجيب بقى علبه زبادي تحطها في كوبايه وعليها نص ليمون وقليل من الزنجبيل ناعم او مش ناعم مش هتفرق، نص معلقه او حته صغيره نص سنتي زنجبيل. وانا حطيت الزنجبيل برضه بقطعها حتت صغيره. سلام. يبقى انا حضرتك قطعت الزنجبيل حتت صغيره، قطعت الثوم وسبته 10 دقايق، حضر جنب مني ليمونه، عندي علبه زبادي، كل ده حطيتهم في قلب بعض ومع معلقتين ميه نص ليمونه. مين وصفه بسيطه. مين بيطلب زبادي؟ في حد بيطلب زبادي؟ لا. انت كده انت هتشربه. يبقى تاخد الثوم مع الزبادي مع الليمون مع شويه الزنجبيل مع معلقتين ميه كبار، ميه عاديه، وتقلب على النص تلاقي عندك حاجه كده. بس ما تحطش عليها نوع من السكر. مفيش سكر خالص زي الشرب. السكر ده توقفه خالص، والسكر اللي جابك فيه توقفه خالص. وماخد بعده شرب. طب يعمل ايه ده؟ ده بينضف الشرايين. السيارات والسمنه. جاي لقيت الرمان، انا واخد الرمان جميل. طب في وصفه ثانيه للشريان برضه 3 اسابيع و4 اسابيع وقوي جدا، قوي قوي قوي. التفاح الاخضر. التفاح الاخضر نص تفاحه، النص الثاني تحطه في كيس كده مش هيسود. حطه في الثلاجه مش هيسود مش هيجرى حاجه. نص تفاحه اخضر ب3 عروق كرفس. عارفين الكرفس؟ تاخدوا 3 عروق. عارفين الزنجبيل برضو اللي هو طازه؟ حته برضو حوالي نص سنتي. انا عندي نص سنتي ده حارق. عندي نص سنتي الكرفس ده حارق. عندي التفاح برضو ده حارق وسلامة ثلاثة. عندي 3 حارق ما فيهاش فصال. هم حاطط لهم معاهم خيارية وجزرايه و3 وحته من قلب الخس ولو 3 عجال، وبقطعهم كل ده كده بنضربه في الخلاط حضراتكم، وتشربوا الصبح على الريق لمده 3 اسابيع شهر. ويروح بقى يروح يروح يحلل الكوليسترول ويحب اللي انت عايزه. يروح شوف انت هتحس بصداع ولا لا ولا الحاجات دي كلها. طيب
جالي واحد فيلسوف كبير قال لك الكلام اللي انت بتقوله ده، الكلام اللي انت بتقوله ده معلش سوري يعني ما يعملش حاجه وما بيخففش. ممكن ارد عليه واقول له ايه؟ مش هزود. صدق رسول الله وكذب. وكذب البطن ابن لما قال له اشرب عسل اشرب عسل اشرب، قال له اخويا شرب عسل ومع برضه مريض، قال له روح خلي اخوك يشرب عسل. جابه تاني قال له برضه مريض وكبد، فقال له صدق رسول الله وكذب البطن اخيك لانه ما خدش عسل. ما خدش. طب اللي انا قلته ده لو انت سيادتك اخدته او واحد جاي مثلا بقول لك معلش، ما في كل مجال ممكن مختلف فيلسوف، فلا على كده يتفلسف. فلسفه محتاجه فلسفه، الفلسفه جميله على فكره مش كفر ولا حاجه، فلسفه تامل وحاجات جميله جدا، موضوع يعني ايه يطول شرح. بس طلع كده الفلسفه قال لك الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح ما بيعملش حاجه. هرد اقول له صح مش صح ما بيعملش حاجه بس مش هيضرك. تفتكر اللي انا قلته ده حضرتك لو انت خدته وانت سليم وما عندكش حاجه ممكن حاجه فيه تضرك؟ لا. تغذية عن ما دي تغذية ما فيهاش حاجه. انت خدت تفاحه او تكررش خدت مش هتيجي خالص. والله دكتور لو 3 فصوص كل يوم انت بتقول لمده اسبوعين 3 ساعات حد عنده قرحه في معدته مثلا. برافو عليك الله ينور عليك. طب